السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم جواد أو سوفير. ما في مقلب، مرة ما في أي مقلب. اليوم عندنا قصة، لكن قبل كل شيء ذكرتوني والله إني ساحب على القناة، ساحب على اليوتيوب يمكن سنة تقريبا، لكن بإذن الله راجعين وراجعين باستمرار بإذن الله، لكن مو راجعين للمقالب، لا 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 لا، وقف هنا. مقالب خلاص، الله يستر علينا وعليها، زعلنا معاها. الآن مرحلة قصص، مرحلة جميلة جدا بإذن الله، ومحتوى جدا جميل تستفيد ونستفيد كلنا مع بعض، وتاخذ معلومات واخذ معلومات. وغير كذا القصص كلها بإذن الله قصص جميلة وفيها الخير. عشان تبغى الخير والكل يبغى الخير، انشروا المقطع هذا في كل مكان. قبل كل شيء لا تنسوا اللايك، الاشتراك، النشر، انشروا المقطع في كل مكان. رابط حساباتي تحت في الديسكريبشن. ندخل في القصة بسم الله. الكل فيه فضول، كيف جاء هذا الكون؟ وكيف الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم الكبير، الأرض والسماوات؟ وما هو أول شيء ربي سبحانه وتعالى خلقه؟ أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق العرش. لا إله إلا الله، العرش كبير جدا، وربي سبحانه وتعالى وصف هذا العرش في القرآن فقال عنه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. من قوة هذا، ما إنه العرش كبير، هذا العرش يحملوه 8 من الملائكة، والملك الواحد كبير، فكيف في هذا العرش؟ فخلق هذا العرش فوضعه على الماء، ثم رب سبحانه وتعالى خلق القلم وقال عنه: يا قلم اكتب. قال: ما أنا بكاتب يا رب. فقال له: اكتب حتى قيام الساعة. وهذا القلم كتب أعمالي وأعمالك، كتب أرزاق البشر كلهم، وحياة البشر، وأعمال البشر، كل شيء في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك، بعد 50,000 سنة، أمر ربي سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض. خلق ربي سبحانه وتعالى السماوات من بخار الماء، الماء الذي وضع عليه العرش. بعد كده خلق الأرض، وأول ما بدأ بخلق الأرض والسماوات بعد 50,000 سنة من خلق القلم والعرش والماء، كانت متلاصقتان، الأرض والسماوات. سبحان الله. فأمر رب سبحانه وتعالى أن تنفصل، فانفصلت، فأصبحت هذه السماوات العظيمة 7 سماوات، وأصبحت هذه الأرض 7 أراضي. وخلق رب سبحانه وتعالى السماوات والأرض في 6 أيام. بعد خلق السماوات والأرض مرحلة جديدة. الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات الجن، ولما خلقها سبحانه وتعالى في الأرض وكانوا مأمورين مكلفين، يعني كان عندهم حلال وحرام وحياة، لكن سفكوا الدماء. وأمر ربي سبحانه وتعالى الملائكة جماعة كذا وقال: إني جاعل في الأرض خليفة. فإبليس كان من ضمن الملائكة، إبليس جن، لكن ربي سبحانه وتعالى حطه في صف الملائكة لأنه عنده إيمان وعنده علم ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا الإيمان وهذا الإيمان وهذا اليقين بالله سبحانه وتعالى أصبح مغرور. فأمر ربي سبحانه وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة، فرد الملائكة على ربي سبحانه وتعالى من باب الاستفهام، قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. على طول رب سبحانه وتعالى قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة ما يدروا إنه من هذا الشيء راح يطلعوا أنبياء، وراح يطلعوا صديقين، وراح يطلع شخص أفضل من الملائكة. سبحان الله. فأمر الله سبحانه وتعالى جبريل وقال له: يا جبريل أتني بتراب من الأرض. فراح جبريل بياخذ تراب من الأرض، فالتراب تكلم والأرض تكلم، وقال: أعوذ بالله منك
أن تنقصني أو تشيلني. جبريل الكبير خاف من الأرض ورجع، فأمر ربي سبحانه وتعالى جبريل أن يأتي بتراب من الأرض. فراح جبريل بياخذ تراب من الأرض، والتراب تكلمت وقالت أعوذ بالله منك أن تشيلني أو تنقصني. فجبريل الكبير الملك العظيم رجع إلى ربه وخايف، فأخذ التراب، فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تشيلني وتنقصني. فقال ملك الموت أعوذ بالله إن رجعت وما أخذ من هذا التراب. فرجع لربه سبحانه وتعالى وجاب هذا التراب إلى ربه سبحانه وتعالى. وهنا مرحلة تكوين آدم عليه السلام. فجاب ربي سبحانه وتعالى هذا التراب ووضعه، وجاب الماء. رب سبحانه وتعالى يقول جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فجاب هذا الماء وضعه على التراب فأصبح طين، فخلاه ربي سبحانه وتعالى بعد كم سنة وبعد كم فترة أصبح هذا الطين أسود وفيه رائحة. بعد كذا بدأ يكبر، أصبح صلصالا من حمأ مسنون. بعد فترة أصبح كالفخار. لا إله إلا الله. والملائكة ينظروا إلى هذا المنظر، إلى هذا المخلوق العجيب اللي رب سبحانه وتعالى خلقه، فينظرون. فإبليس، شوف سبحان الله، هذا المكان الله سبحانه وتعالى عارف إبليس يبغى يفضحه قدام الملائكة، يبغى يفضح هذا إبليس اللي غوى قدام هذه الملائكة. فقال إبليس للملائكة لا تخافون، والله لو سوى شيء أو عصى ربه لا أسلطنه. فبدأ يكبر يكبر يكبر، وكان إبليس يدخل في هذا التراب، في هذا الطين، في هذا الحمى المسنون، في هذا الفخار، يدخل ويخرج يدخل ويخرج، بشوف ايش، وربي سبحانه وتعالى شايفه. لكن إبليس ده مصيبة. بعد كده ربي سبحانه وتعالى بدأ ينفخ في هذا المخلوق الطين الروح. ولكن بعد كم سنة بدأ ينفخ؟ بعد 40 سنة بدأ ربي سبحانه وتعالى ينفخ في هذا المخلوق اللي راح يطلع منه أبو البشرية آدم عليه السلام. طيب يا حلوين، وهنا خلصنا هذه القصة، ولكن راح نكمل هذه القصة بالمقطع الجاي بإذن الله. طيب يا حلوين، السلسلة هذه حتكون من بداية الكون إلى قيام الساعة، يعني المقاطع حتكون كثير ولا تفوتكم، قصص الأنبياء والتاريخ وكل شيء بإذن الله. القصة الجاية بنكمل، لكن قبل كل شيء اشتركوا في القناة عشان يجيكم كل شيء وتتعلموا ونتعلم كلنا مع بعض ونستفيد. ثاني شيء انشروا المقطع في كل مكان. وثالث شيء ضيفوني في حساباتي، رابط حساباتي تحت في الديسكريبشن. لا تنسوا اللايك والاشتراك وانشروا المقطع، هذا أهم شيء، نبغى دعمكم بس. بإذن الله السلسلة تعجبكم، وشكرا. كان معكم جواد، سلام عليكم.